أننا لا نريد ذلك، لأن الأمر يتعلق بدولتنا تحترم حقوق الإنسان التي نظرنا عنها منذ سنوات طوال. لم يكن ميلاد مركز الذاكرة المشترك من أجل الديمقراطية والسلم صدفة من الصدف الجميلة في حياة الشعوب، بل كان ثمار اجتهاد المغاربة برمتهم ملكا وشعبا لإيجاد السبل العقلانية لمعالجة إرثنا المشترك، أو ما يسمى بالذاكرة المشتركة، أو ما نسميه نحن في المركز بالماضي الذي لا نريد أن يمضي. لذا فالمركز كما تعلمون جيدا هو وجد من أجل يكون جمعية متخصصة في الاشتغال على قضايا الذاكرة المشتركة للمغاربة مع مكونات محيطهم السياسي والجغرافي في أبعاد الحقوقية والسياسية والتنموية كموضوع. شكرا. فمنذ أن النورس قبل 10 سنوات وهو يشتغل وينظم مجموعة من التظاهرات واللقاءات